هو اول بيضه يبيضوها الفراخ الزينه، شايفين؟ وعمال اقول طبعا هي ممكن دلوقتي تلاقيها نطت، فانا بس خايف عليها. قلت لي شيء رايكم في البلده الجديده دي؟ حاجه لسه اول يوم الناس تنزل على الخط على فكره، لسه ما عدتش ولا كيلو في على الصحراوي. حبايبنا اهلا وسهلا بكم في جديد. طبعا النهارده احنا بنصور بتاريخ النهارده تقريبا 15/9 فلو لاحظتوا معانا كل الورق بتاع العنب اللي هنا ده وجع، لكن السيدة اللي هناك دي اللي فوقيك دي ما رضتش تستند، عشان كده محتفظة بالورق بتاعها. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا بننزل كل يوم جمعة فيديو، فطبعا احنا بنصور مثلا حاجات في الاسبوع، ممكن كل يومين نصور شوية، كل ما تحصل حاجة جديدة نصور شوية، لكن ما بنصورش مثلا كل يوم. شايفين هنا الاستفندي اللي عندنا وصل للمرحلة اللي ازاي؟ وطبعا طالما دخلنا في شهر 9 هتلاقوا كل الزرع بتاع الشهر بتاع الصيف كله مشي خلاص كده، حتى اللي هو بيبقى ورق يقدر بس تلاقيه يعني يقعد شوية وبعد كده هتلاقيه وقع كله وصفر ونزل. بعد كده هنبتدي نزرع الجرجير واللفت والفج والسبانخ، حاجات كثيرة بتبقى حياتها يعني شتوي، يعني شتوي مش الشتوي اللي زي مصر، لأن هنا الوقت يختلف عن مصر طبعا. في حاجات لو ما زرعتش بدري زي البرسيم والحاجات زي كده بتبص تلاقيها النطرة اللي نزلت عليها كتير بتموت، ولكن لازم تختار الوقت اللي هو يناسب زي مصر كده. يعني مثلا لو في مصر بيزرعوا في شهر 9، المفروض ان انت تزرع في اخر 8، بحيث ان هنا في اخر 8 بتلاقي الجو ابتدى يبرد يعني. وكملوا معانا الفيديو. زرعت بزراير المانجاي لكن ما طلعتش، بقالها اكتر من 12 يوم، معرفش عشان الجو ساقع ولا عشان الجو حر ولا ايه. وكانت النخلة دي جيبها على هما الاتنين شكلة واحدة، نقلت واحدة هنا وواحدة هنا تاني، وزرعت القمح تحتيها لكن طلع غزيره من المطرة مات. المطرة كل يوم بتعمل حاجات كده وما بتقوليش حتى ان هي بتنطر. هو اول بيضة يبيضوها الفراخ الزينة، شايفين؟ وعمال اقول دول مش بيبيضوا. سبحان الله، اول بيضة للفراخ الزينة، مع انهم قدمهم شكل نهتم بيهم كده، طالما في بيضة يبقى خلاص كده. السنة كنت اجيبهم صغيرين، كان ممكن لو عندنا ديك كنا بعد كده نطلع منهم كتاكيت، لكن فيما بعد بقى عاد، لان الدكر عمل مشاكل وكان ما بينامش طول الليل بيكيك، فطبعا احنا خفنا من الجيران لان احنا قاعدين في منطقة سكنية وما ينفعش ان احنا نجني حاجة تعمل مشاكل مع الجيران. وده طارد للناموس، تعالى هنا كده، ده بيبقى طارد للناموس بتشغله طول وقت الشتاء، طول ما انت مش بتدي جرعة تحجيل للنار ولا حاجة، يبقى على الاقل خالص ان انت تجيب لهم دوات وتشغله 8 ساعات في اليوم على الاقل خالص، لان انت لو مش هتجيب لهم طارد للناموس ده
كده طبعا كنت في مشوار لسه جاي، الانابيب جعانين خالص ولا ميه. طبعا غيرت كل الزجاجات بتاعت الانابيب، جبت لهم حاجات جديده بدل التانية كانت بتخر من الميه. طبعا لسه الحمام اللي معشش لسه ما بطش، هعمل لهم دور نظافه دلوقتي كده وافضلهم الميه الوسخه دي اللي تحتيهم. حاضر 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 حاضر، شويه كده قبل ما نجيب لكم علب بس كل دول تصبيره الجلاو كده يبقى ناشف لسه برضه هياكل. الجعان ياكل الحديد، الجعان ياكل حديد. وانت خدي لقمة عيش كده كليها على بيرت عشان خاطر لعيالك. تعالى بص كده العيال دي، الله استنى بس. اوه هما كده هتقضني. شايف؟ طبعا هي ممكن دلوقتي تلاقيها نطت، فانا بس خايف عليه. ده لون زي ابوه، ابوه اللي هناك كده، اللي في البتاع اللي هناك كده. في لون تاني نفس اللون بتاع امه اهو. طبعا طالما جا شهر 9 هتلاقي الانتاج شغال خلاص. حلو. طبعا عندي الانتاج بتاع دول كويس، ان الفرخه باضت، الحمامه نايمه على البيض بتاعها اهو. يعني نديهم وش نظافه، لكن دي لسه ما بضتش لسه دي. لا لسه للاسف لسه، بس يعني كويس. طول ما فيها انتاج هيبقى فيها خير. هو ده كله. تعالى في الاول ما كانوش بياكلوا الحمام، ما كانش بياكل الشامي، بس لما دشيته برضه ما كلوش. يعني من كده الحالتين ما بياكلوش هذا المفروض انضف لهم كل اللي تحتيهم، بحيث الحي دي بتبقى عايزه نظافه على طول. المكان فوق عايز يتهلس كده وتوضب. اي نعم الشتا ما فيهش حاجات كتيره زي الصيف، الناموس هيبتدي يمشي، لكن هيبقى فيه برد وفيه حاجات تانية. طول ما انت مش منظف هتلاقي فيه حاجات كتيره. هجيب لكم علف، يجيب لهم علف ونيجي. طبعا دي للناموس كده عشان ايه؟ عشان الناموس هنا بيعمل عمايل. حطها هنا كده. لازم تحس ان هي صلبة. عرض صلبة. خش جوه تاني، انت لسه صغير. خش جوه تاني. ايوه خش شمال شمال. يلا. خليك بعيد كده شويه شمال. بدل كل ارنب 2 زي كده طول اليوم، مع طبقة من الجراوي السكري. وبعد كده بسيبه. لو وقت الحر بديله الاكل في الليل بس. تربية الانابيب سهلة، لكن لو ما فهمتهاش ممكن يموت منها من كتر الاكل كمان. يعني سيب تمام ان هو لو جاع وهو في وقت الحر احسن ما ياكل منه بطنه. واهم حاجة ان العلف ما يكونش مركون في حتة وياخد رطوبة،
لو خد رطوبة العلف وكانوا الأرنب يعمل له انتفاخ وممكن يموت سود. عشان كده تخزين العلف في مكان مش كويس أو ما أنت مش فاهمه هيؤدي الموت. أدي الحمامات شوية بتاع دول منكم ياكل. النتائج بتاع ده طلع ذكر مش طلع حي تاني. ده هرميه في الجنينة هناك في المحمية الفاسدة يطلع مع الحاجة. خدت شوية تربة أنا من هنا فدول السيرة بتاعت الجنزبيل. ده جنزبيل ده، شفت السيرة قبل كده بتاعت الجنزبيل هي دي. الفلفل طبعا كله من كتر الظل هنا تعب ومفيش انتاج كويس فيه. حتى شجر الكافيه ما كبرش بقى وكده للدرجة اللي هي. ودي برضه دي لها سنتين اعتبر ما ربيتش السيرة بتاعت بقول من كتر المية أنا. سو 6 من الموجودة عندنا آخر حاجة من السو 6 دول. هي طبعا بتبيض كل يوم، فرخة كويسة خالص، لكن للأسف ما عندهاش ديك. لو عندها ديك كنا عملنا منها كتاكيت. لما جبناهم كانوا فرختين، والفرخة الأولى كانت حاجات من اللي كنا حاطينها للنمل واتكلت على الله. حاطين لها رز باقي الأكل، بس هي مش من النوع اللي هي عاملة زي الفراخ البلدي تاكل الحاجات دي، لا دي رباية عز أصلا. كل ما نعمل وردة من الحاجات زي كده لحد ما نكمل الوردة كلها عشان أي معدات تيجي عليها سهلة شوية. دول كان عليهم عرض دي كده اهو. طبعا احنا مش عايزين الحياة العلمية كده دي. دلوقتي هو بيديلك المتر مربع ليه الحروف بتاعته. طبعا الحروف انت مش هتستخدمها دلوقتي، بستخدمها فيما بعد لما اكون انا هعمل اخر حاجة دلوقتي. طبعا كنت المفروض اعمل لها كرتون تحتيها بيديها درجة حماية، لكن عادي يعني. طبعا الاسبوع ده كده انتهينا معاكم لنهايه الفيديو. زي ما انتم شايفين كده احنا ابتدينا نقفل في الوضع الارضيات. لو عايزين تشوفوها وصلت لحد فين استنظرونا الاسبوع الجاي باذن الله تكون خلصت. واللي كان فيديو جديد وتقولوا شيء رايكم في البلده الجديده دي.
حاجه لسه اول يوم انها تنزل على الخط على فكره. لسه ما عدتش ولا كيلو في على الصحراوي. الا اللقاء في الاسبوع القادم هنكون قفلنا دول، ولو في طيور او اي حاجه في المحميه جديده هنقول لكم. الى اللقاء.